السلام عليكم اعزائي الفقاقير. الايادي الخارجيه ولا تهضر مع الايادي الداخليه؟ دونك هذا جوابي الذين يتنافسون على شتة ذهبيه على صفحتي. انا اتساءل الان ماذا سيقولون لي بعدما كانوا يطلبون مني ان اتحدث من الداخل؟ هل سوف يطلبون مني ان اتحدث من البحر؟ ثانيا، منشوري الأخير تناول قضية الأفارقة. المستشار الزائف تحدث عن الأفارقة وكأننا لزانجليز، نحن كذلك أفارقة. تحدثت في منشوري عن الأطفال وعن النساء، لم أتحدث البتة عن الرجال. قضية العنف قضية منتشرة في الجزائر قبل دخول الأفارقة إلى الجزائر. دونك هؤلاء الناس الذين يعنفون أولادنا ونساءنا وبناتنا كانوا موجودين في وطننا الحبيب قبل دخول الأفارقة. ثالثا، هؤلاء الناس الذين يتبجحون علينا بالحرية وبكوننا في بلادنا ويجب علينا أن نتعامل مع الأفارقة بيد من حديد، أقول لهم ما يلي: أنتم تتباكون بالخناين عندما تتفرجون فيلم الرسالة وتقولون المسلمون هاجروا إلى الحبشة. هؤلاء المسلمين الذين تبكون عليهم في ذلك المقام الرهيب في فيلم الرسالة ذهبوا إلى النجاشي الحبشة. تفكروا مليا، لو النجاشي منع المسلمين من دخول الحبشة ماذا يكون موقفكم؟ رابعا، تخيلوا لو أن فرنسا وسويسرا وبريطانيا والنمسا وهولندا وكندا والولايات المتحدة تعاملوا مع كل الأفارقة كما تريدون أنتم والمستشار الزائف أن يتعامل مع الأفارقة. لما درس جزائريون في جامعة أوروبية، ولما ترعرعت عائلة جزائرية في دولة أوروبية، ولما لبست أنت أيها الشياط الذهبي ذلك الكروكوديل الذي تتحمله الآن وتتباهى فيه في الكرب. لو كل هذه الأمور تجعلنا نطرح هذا السؤال: الجزائر قوة إقليمية، ومن باب أولى أنها تتعامل مع اللاجئين كما تعامل النجاشي مع المسلمين. بارك الله فيكم خالتي وبوناني.